هاي اليوتيوبر بنت روبوت سوبرمان بشهر واحد. بعد ما شافت فيلم سوبرمان الجديد قررت انه روبوت المساعد لازم يكون موجود بالحقيقة. هسه الروبوت يشتغل بشكل ذاتي بالكامل، وهم تقدر تتحكم به عن طريق الار سي كنترول، وكله مصنوع بطابعة ال 3 دي. بس السؤال المهم، شلون طلع شكله سينمائي بدون ما تذوب او تحترق خيوط الطباعة بالتصنيع؟ هسه خيوط الطباعة التقليدية ما تتحمل هذا النوع من الحرارة، فاضطرت تتعلم على مادة جديدة تماما اسمها ABS، نفسها اللي يستعملوها بقطع السيارات. وبعدها تعلمت شلون تنعم الاسيتون حتى توصل للمعان الزجاجي هذا. واكيد مشروع مثل هذا لازم يمر بمراحل هواي، واحدة من عندهن الفشل، لدرجة الروبوت احترق حرفيا بالاختبار الاول، فاضطرت تعيد بناء نظام تحكم كامل من الصفر باستخدام قطع RC بعمرها ما اشتغلت عليها. وبعدين اجى دور الصبغ اللي استخدمت به تقنية هاي فوليوم لو بريشر، اللي غلطة واحدة بيه راح تحول كل شغلها اللعبة رخيصة. وبعد شهر واحد الروبوت اشتغل وقدر يتحرك بسلاسة. هسه التصميم دقيق لدرجة تحسه طالع مباشرة من موقع تصوير الفيلم. فش رأيك؟